بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. اول ما تدخلوا كده مش هقول لكم حطوا لي اللايك، هقول لكم دوروا معايا على صوتي. انا مش عارفه صوتي راح فين. عيالي عمالين يقولوا لي ان صوتك يا ماما بقى عامل زي صوت صباح اللي كانت عمة نيلي وشريهان. بجد مش عارفه صوتي راح فين، فاللي ايه ابعتوا لي يا جماعه على حسن انا عايزاه محتاجاه. مش عارفه انزل فيديو ولا اي حاجه من اخر فيديو كنا فيه مع بعض بسبب صوتي، فاستحملوني بقى. بس اول ما تدخلوا كده من فضلكم حطوا لي اللايك الجميل بتاعكم، ولو كنتم لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا. النهارده الروتين بتاعنا كان حلو جدا، غيرنا فيه شكل الشقه، عدلت فيه شويه حاجات لانها الصراحه ما كانتش عجباني بالطريقه اللي انا كنت عاملاها بيها. بس تقدروا تقولوا اني كنت يعني مجهده ومستعجله، فقلت اجدد. انا عاده مش بحب الحاجه تفضل قاعده في مكانها. بصوا وانا بشد الكراسي بلعب والله. عارفه كده اللي هو ايه، باخدها كده جري كده مره واحده من الكرسي وحياه ربنا كنت بلعب. فالمهم عيشوا حياتكم، انبسطوا حتى لو انتوا عندكم مشاكل الدنيا والاخره. كل حاجه في الدنيا دي هتتحل باذن الله طول ما انتوا مع ربنا. هفضل اقول لكم الكلمه دي لحد ما نقابل بعض في تجمع ان شاء الله يكون كبير. يعني طول ما انت مع ربنا ما تحتاجيش هم حاجه، طول ما انت مع ربنا هيدبر لك امورك. فعيشوا حياتكم، انبسطوا حتى لو كان. بصوا يا جماعه، ما حدش حياته فاضيه او ما فيهاش ابتلاءات، ما فيش حد، استحاله يعني. بس بقى الفرق طريقه التعاطي معاها، انك تاخدي الموضوع ببساطه او انك تاخدي الموضوع ب يعني على قلبك قوي. يعني لا، ما تاخدهوش على قلبك. انت مش معاكي ربنا، انت مش بتصلي، انت مش ملتزمه وبتتقي الله في الكبيره والصغيره، مالكيش دعوه بحاجه. وانا قدامكم مثال حي، والله قدامكم مثال حي. انا مش بكلمكم والله العظيم، يعني انا مش بحب ان انا اقعد اتكلم في كده يعني عشان ما تزهقوش مني. لكن عارفه لما تبقي انت عشتي تجربة وشفتي قربك من ربنا عمل ايه، فبتبقي عايزة الناس كلها تستفاد. والله العظيم هو ده الهدف، يعني مش عشان اي حاجة. شفت المعطر الجميل ده؟ المعطر ده حلو قوي قوي قوي، بيخلي ريحة الشقة جميلة جدا. المهم انا مسحت بيه. اضحكوا بقى عليا ان انا عملت الشقة كلها ونسيت امسح البلكونة اللي هي اصلا بتجيب لي تراب. شايفين البلكونة عاملة ازاي؟ بس مسحتها في الاخر. لو انتوا لسه موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لايك. مسكت بقى الارض كنستها ومسحتها ومسحت التراب زي ما انتوا شايفين، وشلت التراب اللي كان الحيطان كلها، ونقلت نقلت الكنبه الصغيره حطيتها هنا، والكرسي كمان قلت تدي شكل. بص الترابيزه حطيتها في النص، حسيت ان هي لا مش حلوه واكله المكان، يعني الولد لما يحب يقعد على الكمبيوتر تبقى مضايقاه. نقلتها حطيتها على جنب. يعني هنسكت على كده؟ لا مش هنسكت، مش قادره. وحطيت الفازه دي هنا، قلت تدي شكل، وغيرت الستاير، حطيت الستاره دي وحطيتها بالشكل ده عشان تدخل نور، لان انا مش بحب ان الدنيا تبقى ضلمه. انتوا عارفين انا بحب النور وبحب النهار اكيد حفظتوني. ده شكل الاوضه اللي احنا غيرناه يا جماعه. خليكم معايا في الاخر عشان اقول لكم انا غيرت الشكل ازاي وخليته ازاي. غيرته تماما. خرجت بقى في الصاله، رحت برضو نفس النظام، شلت التراب اللي كان موجود، والستاره دي اضحكم وقعت على دماغي. انا بقى شغاله كده ايه يعني، وانا بقى متحمسه وكده، وبص لقيت ايه، بخبط في الستاره كده غصب عني، خبطت فيها راحت وقع على دماغي والله. بس ربنا ستر الحمد لله، كانت جت خفيفه يعني. مسكت بقى التراب، مسكت الزرع. انا دلوقتي خدت الزرع اللي هو الصناعي ده، غسلته وحطيته في الحمام، وغسلته. طبعا الفيشه دي انا شلتها عشان الميه بقى وكده يعني. ومسكت بقى الارض كنستها، وبعدين ايه مسحتها المسحه اللي انتوا شايفينها دي. هو مش عارفه الصراحه البتاع ما كانش بيرغي ليه، كنت حاطه كروكس الوان بس هو ما كانش بيرغي. انا مش مشكلتي ان هو يرغي، انا مشكلتي ان هو ينظف ويطهر وكده يعني. مسحت بقى الصاله مسحه حلوه كده، وبعد كده رحت جايبه السفره مكانها هنا. يعني جبت السفره بس مسحتها الاول. مسحت بقى التراب اللي كان فيها. انتوا عارفين ان انا على الشارع، فطول الوقت تراب تراب تراب، يعني حاجه صعبه جدا. مسكت بقى الكراسي بتاعت السفره ورحت مسحتها وشلت اللي فيها وعملتها بالبليدج وحطيتهم كده. الصراحه ما حطيتش كل الكراسي بتاعت السفره عشان ما تعمليش دوشه. لما كنت حاطه كل الكراسي بتاعت السفره كانت عامله لي دوشه، فانا كده كده يعني ايه موزعه كراسي السفره على، بدل ما تبقى مرصوصه كده فموزعاها على بقيه الشقه. يعني اللي عايز يقعد هنا اللي عايز يقعد هنا بيبقوا قاعدين بيهم يعني، بدل ما تبقى مركونه. يعني الصراحه احنا مش بناكل عليها، مش هكدب عليكم. مسكت بقى المقشه وكنست بتاع اسمها ايه السجاده قبل ما اشيلها. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم كده، وتشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش، وتدعوا لي ربنا يشفيني ويعطرني في صوتي اللي انا مش لاقياه. كنست بقى الارض كنسه برده بنت حلال، وهنشيل برده كل حاجه ونطمس تحتها علشان الدنيا تبقى نظيفه بجد. يعني مش نظيفه كده، يعني مش ترويق كده من على الوش. ساعات بتبقي مش قادره وعايزه ترويق من على الوش عادي طبيعي، يعني مش لازم تمسكي الدنيا وتبهدلي الدنيا زي ما انا عملت.
يعني قصدي يعني ممكن انا بكره اكيد مش هروق الترويقه دي، اكيد هروق ترويقه خفيفه. مسكتها على الارض كده، رحت كنساها، وكانت في حاجات مش راضيه تطلع، قصدي مسحتها بالفرشه زي ما انتم شايفين، وكانت في حاجات مش راضيه تطلع كل شويه بعيد عليها يعني. وبعد كده مسحت الدنيا، وبعدين رجعت بقى الكنبه مكانها تاني عشان اعرف امسح مكان الكنبه. زي ما قلت لكم يا جماعه، ارجع واقول لكم خدوا الدنيا ببساطه، خدوا الدنيا بهدوء، كله هيعدي. مثال حي، انا كنت قاعده على البلاط يا جماعه، كنت قاعده على البلاط والله اقسم بالله كنت قاعده على البلاط، وربك عدلها والحمد لله، ورفع الظلم عني بفضل الله عليا، يعني بفضل الله مش بسبب ان انا عملته، بس انا خدت بالاسباب، ان انا كنت بدعي ربنا وكده وبتقرب منه مش اكتر من كده، وحاولت اغير حياتي والتزم اكتر، لان هو ده الملجأ الوحيد لينا في الدنيا دي، انك تقربي من ربنا هو اللي يغير لك حياتك. غير كده هو عبث والله، يعني غير كده انت بتضيعي وقتك. ابتلاء من اي نوع اللي هيحله هو ربنا، اللي جاب الابتلاء هو رب العالمين، واللي هيشيله منه مش اللي جاب الابتلاء رب العالمين، استغفر الله العظيم، اللي جاب الابتلاء احنا وسوء عملنا، واللي هيشيله هو رب العالمين. جبت بقى الزرعه دي حطيتها هنا كتغيير، ما كانش مكانها هنا لو تفتكروا، كان مكانها هناك عند المكان المكيف، انا جبتها هنا كانت جنب السفره كده، انا جبتها هنا عشان شكلها هنا افضل ومنوره الدنيا اكتر. بصوا شايفين المنظر، والله اللهم لك الحمد يا رب. والله انا ما مصدقه يا جماعه ان دي شقتي اصلا، والله الحمد لله كنت عايشه فيها قبل كده كل حاجه، يعني مفيش جديد، بس يعني عشان اتحرمت منها وكده، فمش مصدقه ان انا خلاص وصلت للمرحله دي، والحمد لله حاجتي بقت عندي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، وكل فيديو هقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، لان من شكره زاده، وانا عايزه الزياده، انا طماعه. شايفين بقى الدنيا رقت ازاي، وحتى السفره هي موجوده جنب النيش، مديه شكل حلو قوي، وفي نفس الوقت هادي لاني مش حاطه فيها كل الكراسي. مسكت الوردتين اللي كنت حطاهم دول شلتهم لان هم عاملين دوشه. مسكت بقى الترابيزه دي، لو تفتكروا انها كانت جوه، لا انا شلتها عشان تبقى الدنيا هنا رايقه شويه، عشان العيال لو حبوا يلعبوا ولا حاجه. والستائر زي ما انتم شايفين شكلها مختلف يعني عن الستائر الاولانيه، هي لونها زيتي برده بس مختلفه شويه عن الستائر الاولانيه، فيعني مديه شكل حلو. النيش جنب السفره برده مدي شكل حلو. التغيير حلو، انا بحب التغيير جدا الصراحه، لان التغيير بيغير نفسيتك، بتحسي انت قاعده في مكان مختلف، فبيديكي طاقه مختلفه. بعد بقى ما خدنا الطاقه المختلفه، دخلنا على العدس اللي رجعني لنقطه الصفر تاني. عملت عدس عشان الاولاد كانوا نفسهم فيه، النتيجه ان انا كان عندي برد، فرجعني لنقطه الصفر تاني. تمام، البرد اصلا لا بيحب السمك ولا بيحب العدس، فالحمد لله يعني، عشان كده صوتي راح بقى، اللي هو ايه يعني احنا هنهرج، كان عندك كحه وصوتك ما راحش، فكمان هتعملي عدس، فالحمد لله يعني. طريقه العدس على فكره موجوده على القناه كامله لوحدها كده. العدس بالطريقه دي حلوه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، خفيف وحلو، وانا بعمله بالثوم فطعمه مختلف عن المعمول بالبصل، بس هتحبوه جدا والله، جربوه كده بالبصل هتدعوا لي. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشجعوني بكومنتاتكم الحلوه، وتقولي لي انتم من اي بلد بتتابعوني. بس كده ان شاء الله، يا رب الفيديو يعجبكم، وزي ما قلت لكم حطوا لايك. ما تنسيش لما تيجي تعملوا القوطه قشروها الاول عشان تشوفي القشر باين فيها ازاي، انا كسلت لان كنت